السلام عليكم. اولا انا لا يعنيني العدد اللي قاعد قدامي تماما، لان انا قاصد ان العدد يكون قليل. يعني الجروب اللي موجود عليه الشباب عليه حوالي 42 شخص. تمام، انا رحت رامي طع ان في تذكره هتدفع لليوم 50 جنيه. ليه؟ عشان الناس المهتمه بس هي اللي تيجي. وقد كان في مشكله. اعرفكم منافسه، انا اسمي محمد عطيه، 31 سنه. انا شغفي الكبير جدا في مجال البيزنس. يعني انا دخلت ضابط جيش 3 سنين بعد ما خلصت الكليه على طول، وكنت بخدم في اسوان. بعد يعني اثناء وانا في الجيش دخلت بيزنس اونلاين. تمام، قعدت في البيزنس اونلاين ده حوالي 6 سنين. بعد كده فتحت شركه دير اللي هي الخاصه بيا. تمام، دي مختصه في تصنيع وتوزيع في مجال الملابس الحريمي الكاجوال. بنصنع ونوزع جمله وقطاع. تمام، راس مال الشركه دي هتخطى نص مليون. دي نقطه مهمه برضه ركزوا فيها في ظل الظروف دي والاوضاع الصعبه دي. موضوع كارثي وفيه مشاريع كتيره جدا اتاثرت. رغم ان انا رحت لما عرفت التداول وعملت سيرش عنه وبدات اتعلم فيه، حطيت في التداول 1000 100000. العائد اللي جاي من التداول بدون اي التزامات واي مصاريف اداريه يمكن 5 6 اضعاف العائد اللي بيجي لي من دير، رغم ان انا حاطط في دير اللي هي الملابس نص مليون. تمام، دي نقطه بس عشان تبقوا عارفين. انا يعني كونسبت ان انا اكون شغال عند حد، الموضوع ده رافضه من زمان قوي. واي نعم ده خسرني شويه فلوس حلوين، بس بتعلم عشان اخد خطوات لقدام. المهم، موضوع ناس كتيره كنسلت، وناس طلعت من الجروب، وده انا قصده. انا في الاخر يعني مثلا احمد انا اعرفه من البلد، من دروه، وجاي على بعد 3 ساعات سفر عشان يجي المنيا. تمام، هو لسه سنه. انت عندك كام سنه؟ 16 سنه. احمد 16 سنه. واحمد قبل موضوع هو اللي دخل سالني لما لقيني بنزل فيديوهات كده. ايه هو اللي دخل كلمني ان ايه الموضوع. مشكله الجيل ده او الناس اللي طالعه، هو شخص عايز ينجح ويتميز او يعمل فلوس، بس هو عنده شويه اوبشنز كده مش عايز يتنازل عنها. تمام، اللي هو يا باشا ما تحملنيش مسؤوليه. انا مش عايز اتحمل مسؤوليه. يعني انا على مدار 8 سنين شغل في التسويق او في التعامل مع الناس، لان هو اصلا التسويق انت بتتعامل مع الاف الناس، سواء بيخش معاك او بيشتري ايا كان، او بتساعد ان هو ياخد خطوه في بيزنس معين خاص بيه. هو عايز باكج كده مش هينفع يتنازل عنها. ما تحملنيش مسؤوليه. هو عايز ينجح وعايز يعمل فلوس، بس ما تحملنيش مسؤوليه، ما تدفعنيش فلوس. تمام، ما تلزمنيش بحاجه. هتيجي في نقطه ان مثلا انت عشان تتعلم وعشان تكتسب خبره، فانت في فلوس هتدفعها في كورس، او هتخسر في البدايه عشان تتعلم بعد كده، يقول لك لا مش لازمني. طب انت هتتحمل مسؤوليه، وهيبقى في مواعيد وهيبقى في كورس، او لو انت من ملاوي او من اي محافظه تاني، فانت عشان تتعلم وتكتسب خبره في مجال معين، فانت هتنزل مثلا. لا، ما تلزمنيش بحاجه، وما تحملنيش فلوس، ما تحملنيش مسؤوليه، وما تدفعنيش فلوس. ويا سلام لو في حاجه كمان هتحتاج ان انا اضحي، انا مش عايز اضحي. ويجي بعد كده نفس الشخص ده يشتكي ان هو مش قادر ياخد خطوه او مش قادر يتميز في حياته. مفيش حاجه هتتم بدون الامور دي. انا مش هتكلم في فنيات ليها علاقه بالتداول، هسيب المساحه دي للكوتش احمد سيد، ولكن انا هتكلم على بعض الامور اللي هي هتؤهلك ذهنيا لنقطه انك انا عايز اخش المجال ده. فالنقطه الاهم اللي انا اتكلمت فيها ان راس مالي فيما يخص بزنس دير كتصنيع وتوزيع ملابس حريمي، انا حاطط يعني خمسه. يعني انا لو مدخل نص مليون في دير، فانا مدخل 100,000 في تداول. عائد الارباح اللي جاي من التداول، تمام، عائد الارباح بالنسبه لي اللي جاي من التداول اعلى بكتير من عائد الارباح اللي جاي من البيزنس الاوفلاين او دير. تمام، المفروض تكونوا فاهمين القصه دي ليه احنا هنا في دير. انا في التزامات اداريه، في مصاريف، في كذا. والنقطه اللي حصلت بقى والكارثه بالنسبه لحضرتك، عندك بزنس خاص بيك، فممكن هتبقى ملمس كلام. يعني الكارثه اللي حصلت ان في الاسعار المواد الخام كلها كله علي. بس انت كراجل شغال في البيزنس، عشان تفضل تبيع مش هينفع تعلي سعر المنتج. لو عليته مش هينفع تعليه بالشكل اللي يخلي العميل ينفر منك او يبعد عنك مره واحده. وخاصه لو انت مش شغال في منتج استهلاكي قوي، الناس كده لازم هتشتريه. يعني زي مثلا انا الملابس، انا لو هشتغل نسبه وتناسب ان المنتجات او المواد الخام اللي غليت بشكل مرعب، اروح انا مغلي الاسعار بشكل مرعب، محدش هيشتري مني. فازاي انت بتعرف وده اللي بيخلي ناس كتيره تخسر وناس كتيره تطلع من السوق. فانت ازاي بتعرف تظبط المعادله دي؟ انك تيجي على نفسك على قد ما تقدر، وده لازم له انك يكون معاك سيوله كبيره تقدر تغطيك، عشان تعرف تعمل المعادله دي. ان حتى لو المواد الخام بتغلى، انت ما تغليش بالشكل الكبير، عشان في الاخر العميل يفضل ياخد منك، يفضل يشتري. يعني انا مش هينفع مثلا اروح اعمل مثلا العبايه او الحاجه اللي انا كنت او الدريس اللي انا كنت بقدمه مثلا ب 420، هروح اعمله عشان الغلاء اللي حصل بشكل مرعب ده اروح اعمله ب 800، محدش هيشتري. فازاي انت بتلعب في النقطه اللي في النص علشان هتيجي على نفسك بشكل كبير، بس في الاخر يبقى في مبيعات بتطلع منك.